لما يقدم المغرب افطار على 3 حبات تمر وكاستين مي بس. هيك وبس، ما تلمس اي شي تاني. التمر بيعطي جسمك سكر طبيعي بسيط، بيرفع مستوى السكر بالدم بشكل تدريجي مو مفاجئ، والمي بيملأ المعدة وبيعطيك احساس بالشبع. وهون الجزء المهم، بعد ما تفطر على التمر والمي استنى 10 ل 15 دقيقة، روح صلي المغرب مثلا او عود ارتاح. المهم انه ما تاكل شي بهالفترة 10 دقايق. ليش هالانتظار مهم؟ لانه بهال10 دقايق جسمك بيبدأ يفرز هرمونات الشبع. المعدة بتبعت اشارات للدماغ انه في اكل دخل، والدماغ بيبدأ يحس بالشبع حتى لو الكمية قليلة. في دراسة علمية من جامعة رود آيلاند بأمريكا لقوا إنه الناس يلي بيستنوا 10 دقايق بعد ما يبدأوا ياكلوا بياكلوا أقل بحوالي 30% من الناس يلي بياكلوا بسرعة، ومن الناس يلي بياكلوا فورا بدون توقف. 30% يعني لو وجبة الإفطار تبعك 1000 سعر حرارية، يعني أنت بس بالانتظار 10 دقايق رح تاكل 700 سعرة بس. هيك أنت بتكون وفرت 300 سعرة من دون حرمان ولا جوع. 300 سعرة باليوم يعني 2100 سعرة بالأسبوع، يعني هذا تقريبا 9000 سعرة بالشهر. وهذا ما يعادل الكيلو ونص دهون صافية بس من هالخطوة الوحدة. شايف قديش حلوة؟ كيلو ونص دهون صافية بس من الخطوة الأولى. وبعد ال10 دقايق هدول ابدأ وجبتك الرئيسية، بس هون في كمان ترتيب لازم تمشي عليه، وهذا يلي رح نحكي عنه بالخطوة الثانية، لأنه الخطوة الثانية بسيطة بس تأثيرها قوي كتير على حرق الدهون والشبع.